الماكينة هذا يبي يلعب لين عمر 50 يقول لك. الآدمي اللي قارنوا رئته برئة حبيب وقالوا إنه رئته أفضل من رئة حبيب الماكينة هذا. الآدمي اللي وقف للداغستانيين وقال لهم ستوب. عمر نور محمدوف قريب حبيب ولد عمه كان 18-0 واجه الآدمي هذا التهمه على الفطور. الماكينة الذي لا تتوقف ميراب ديفاليشفيلي قتاله إن شاء الله بإذن الله 5 أكتوبر يا أخوان بتوقيت السعودية 7 الصباح قتاله مع كوري. سيناريو كالآتي يا خوي. عمر الآن عنده قتال يا حبيبي 25 أكتوبر في أبو ظبي. حلوين اللي ممكن أحضره باي ذا واي يعني. فوز على آدمي هذا يا عمر وفوز بطريقة مو تفوز لي بقرار حكام. فوز أجلد الآدمي هذا جلد الجحيم عشان ترجع تنتقم وتلعب زي الرجال وتفوز على ميراب. لأنك لو فزت عادي ما حد راح يعطيك فرصة اللقب. بعدين ليش تقول بابا والله يا حبيب شوف عوروني والله ما خلوني ألعب على اللقب يا حبيب تكفى يا حبيب ساعدني. ماكينة هذا يا حبيبي شوف مين قاتل. بطل حزام بطل حزام بطل حزام بطل حزام. عمر قريب حبيبي اللي قالوا هذا بس حيمسك الراية بعد حبيب جلده. تعال انت والراية حقتك. الدبابة ذا يقول لكم يبي يلعب لين عمر 50. الصراحة لو أي واحد تاني قالها ما حصدقوا إلا ميراب لأنه ميراب هذا يملك رئة من الجحيم. قاتل الصراحة أسطوري ويستحق. وإيش قال لكم؟ قال لكم عمر لو لعبت مرة تانية راح أجلد وجهه لأنه قال عمر مو محترم وعمر ما يستحي وهو ما احترمني حتى في الميديا. والصراحة يا عيال والله كلامه صح. عمر ما احترمه يا القم يا عمر لأنه إحنا نحترمك لو تكون قد كلامك لكن تكون ما أنت قد كلامك وتهايط على الآدمي بعدين يجلدك وإلى الآن قاعد يهزئ فيك فهذه هرجة والله. وعشان تكون في الصورة يا خوي ميراب جورجي وعمر داغستاني وهم جنب بعض وكلهم قوقازيين يعني ما يفل الحديد إلا الحديد. سواء تكره ميراب أو تحبه والله الآدمي أسطورة ولا مو بس كذا أخلاقه مرة تمام وإنسان قصته ملهمة كمان عكس عمر اللي كان من جد مدلل بالنسبة لميراب. فأنا أشجع عمر لكن إذا فاز ميراب ما في أي مشكلة الآدمي يستاهل. قولوا لك تابعني على أصفر والسلام عليكم.